يروح للايه؟ للتشريع. يعني القواعد القانونيه التشريعيه اللي هي صادره عن الدوله، صح؟ طب لو ما لقيتش حل في التشريع بالظبط هروح رقم 2 للايه؟ يبقى ببدا بايه؟ تشريع. انا هنا بتكلم على التجاري ولا على المدني؟ لا، انا بتكلم على المدني. القانون المدني حط مصادر القاعده القانونيه اللي بيلجأ لها القاضي، قال لك رقم 1 تشريع. رقم 1 تشريع. تشريع. ما لقيتش روح للعرف، ما لقيتش روح للمبادئ العامه للشريعه الاسلاميه، ما لقيتش روح لقواعد العداله والانصاف، صح؟ ده الترتيب اللي قال عليه مين؟ القانون المدني او فرع من فروع القانون اسمه المدني، صح؟ قال لك ابدا بايه؟ بالتشريع. ما لقيتش روح للعرف، يبقى التشريع رقم 1، يبقى العرف رقم 2، يبقى مبادئ الشريعه الاسلاميه رقم 3. كل ده انا بتكلم فين؟ في المدني. طب في التجاري بقى ايه المصادر بتاعت القانون التجاري؟ ايه المصادر اللي هيلجأ ليها القاضي عشان يحدد القاعده القانونيه اللي تطبق؟ هل يرجع للتشريع بتاع القانون التجاري ما لقاش، يرجع للعرف ما لقاش، يرجع للشريعه الاسلاميه وهكذا، ولا لينا مصادر مختلفه؟ لينا مصادر مختلفه. تمام؟ لينا ايه؟ بص هنا ركز معايا، الماده 2 من القانون التجاري بيقول لك ايه؟ ماده ايه؟ تيجي تقول لي وانا هحفظ مواد؟ حبيبي في الامتحان هيجيب لك عبارات، العبارات دي حلها لو انت ايه؟ عارف نص، مش حافظها، فاهمها. يعني صعب شويه الحفظ بس على الاقل ايه؟ فاهم. لو انت فاهم نص الماده، لو انت فهمت الثلاث سطور، كل اللي جاي هتبقى ايه؟ هتبقى فاهمه وسهل. يبقى النهارده عشان انا احدد مصادر الالزاميه للقانون التجاري هرجع للايه؟ للماده 2. وركز كده معايا، تمام؟ ماده 2 بتقول ايه؟ تسري في المواد التجاريه، يعني انا هطبق في المواد التجاريه احكام الاتفاق بين المتعاقدين. علمني هنا بقى احكام ايه؟ الاتفاق. دي رقم 1. الله ده انا دي مفاجاه. يعني انا كقاضي لما يتعرض عليا مشكله والمشكله دي هطبق فيها القانون التجاري، مش هروح للتشريع ولا هروح للعرف وابدا باتفاق المتعاقدين. يبقى اول مصدر من مصادر الالزاميه للقانون التجاري هو ايه؟ اتفاق المتعاقدين. يعني يروحوا يشوفوا هم اتفقوا على ايه؟ روحوا ايه؟ واللي اتفقوا عليه يعمل ايه؟ القاضي هيطبقه. وكأن اول مصدر الزامي للقانون التجاري الا وهو الاتفاق. ادي رقم 1. تمام؟ يعني انت بتقول لك كده المصادر الالزاميه للقانون التجاري رقم 1 يا جماعه الاتفاق. ده رقم 1. ودي مفاجاه بالنسبه لي، لان في المدني كان اول حاجه ايه؟ يبقى انا ركز في الامتحان هو بيتكلم على ايه؟ المدني ولا التجاري؟ لان زي بعض ولا في اختلاف؟ في اختلاف. ايه هو الاختلاف؟ رقم 1 في القانون المدني تعمل ايه؟ التشريع. مش حاجه اسمها اتفاق. الايه؟ التشريع. ببدا رقم 1 بالتشريع. لكن هنا في القانون التجاري قال لك اول حاجه القاضي هيطبقها لما يبقى في نزاع ما بين الطرفين اعمل اتفاق. ارجع لاتفاق. طب وارد ما يكونش فيه اتفاق، طب افرض ما فيش اتفاق، يبقى رقم 2 نصوص القانون التجاري. يبقى دي رقم 2 اهي. امشي معايا بالترتيب اهو. يبقى لو هناك نزاع وهذا النزاع او في مشكله او في قضيه وانا عايز اطبق قاعده قانونيه على هذا النزاع، ببدا رقم 1 بالاتفاق. ما لقيتش هروح فين؟ نصوص القانون التجاري. قال لك ايه؟ او غيره من القوانين المتعلقه بالقواعد التجاريه. طب وارد اللي انا ما لاقيش حل فين؟ في النصوص القانون التجاري، صح ولا مش صح؟ يبقى رحت للاتفاق ما ايه؟ ما لقيتش. رحت للقانون التجاري ما ايه؟ ما لقيتش. عندك الافتراض رقم 3 اللي هو ايه بقى؟ روح العرف. ادي رقم 3 اهي. يبقى دي رقم 3. رتب لي كده تاني. 1 الاتفاق. تمام؟ ما لقيتش؟
نصوص القانون التجاري او القواعد المتعلقه بالقوانين التجاريه. ما لقيتش؟ روح للعرف والعادات التجاريه. روح لايه؟ العرف والعادات التجاريه. اسال بس قبل ما اخش في الموضوع، هو في فرق ما بين العرف والعاده التجاريه؟ في فرق ما بين العرف والعاده؟ ايه الفرق؟ العرف ده اللي هو الناس كلها بتعمله، بس العاده التجاريه ممكن انا وانت متفقين ان احنا على طول بتديني بضاعه وانا اتعودنا على كده. يبقى رجعت لي الاتفاق اللي انت بتقوله ده، كلمه الاتفاق. ها؟ اللي انت بتقوله ده ليه؟ طب فرق لي بقى ما بين العرف والاتفاق والعاده. حتى بعد ما العقد خلص اتعودنا ان انت تجيب بضاعه على طول وانا بدفع بالاجل على فلوس. ده اسمه السكوت عندما يكون قبولا. انت دخلتني في قصه ثانيه. طيب خلاص انا هقول عشان ما نضيعش وقتنا. انا هقول خلاص. في العرف محتاج ركنين. كم ركن؟ ركنين. الاعتياد على سلوك معين وتكراره. ده اللي بنسميه الركن المادي. بنسميه ايه؟ واوعى تبقى طالب في سنه ثالثه وما تعرفش يعني ايه عرف، لان انت بتاخده من سنه اولى. دي عمليه متكرره معاك اولى وثانيه ومعاك ثالثه. يبقى العرف هو ايه؟ الاعتياد على اتباع سلوك معين. تاني؟ حاول تاني. الركن المادي للعرف هو ايه؟ الاعتياد على اتباع سلوك معين. كده الركن ليه؟ مع الشعور بإلزامية هذا السلوك. ده الركن المعنوي. يبقى أي عرف في الدنيا محتاج كم ركن؟ اثنين. باختصار شديد، مادي ومعنوي. المادي الاعتياد والتكرار. المعنوي الشعور بالإلزام. شكرا. ده القاعدة ليه؟ العرفية. ودي قاعدة قانونية. العرف يعتبر ايه؟ قاعدة قانونية. بينما العادة تمام، سواء كانت تجارية أو غير تجارية، هي الاعتياد على سلوك معين. الله، ما أنت كده يبقى إيه؟ بقى العرف؟ لا، بس ما وصلناش لمرحلة اللي إحنا حاسين بإلزاميتها. يبقى الإلزام هنا مبني على إنها قاعدة قانونية ولا مبني على اللي إحنا عايزينها؟ اللي إحنا عايزينها. وصلت الفكرة؟ وصلت؟ ولذلك العرف يعتبر قاعدة قانونية، لكن العادة لا، ما تعتبرش قاعدة قانونية. وصلت اللي أنا عايز أقوله؟ عرفت الفرق ما بين العرف والعادة؟ ايه الفرق ما بينهم؟ الالزامية اللي هو انه ركن المعنوي اللي هو موجود فين؟ في العرف، ومش موجود فين؟ في العادة. شكرا. بس خلاص باختصار يعني مش تبقى مركز بس معايا. نرجع لموضوعنا مرة ثانية. المادة 2 بتقول لك مصادر القانون التجاري. ابدأ بايه؟ ابدأ بالاتفاق. ما لقيتش اتفاق؟ روح لنصوص القانون التجاري. يعني خلي بالك التشريع رقم 1 ولا رقم 2؟ 2. ورقم 1 ايه؟ الاتفاق. تمام؟ طب ما لقيتش في الاتفاق؟ ما لقيتش؟ اروح للعرف فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق القانون المدني. يبقى رقم 4. يبقى مصادر الإلزام عندي كم مصدر؟ 4 مصادر. قولهم لي بقى كده. 1 الاتفاق. 2 نصوص القانون التجاري. 3 العرف والايه؟ والعاده الايه؟ التجاريه. اخيرا قانون المدني. لان القانون المدني اللي قلت لكم ابو القوانين، لما بتلاقيش اي حل في القوانين، القانون المدني هو صاحب القواعد العامه فبترجع للحل. اذا مصادر الالزاميه للقانون التجاري مالها؟ 4. الايه؟ الاتفاق. 2 تشريع. 3 العرف والعاده التجاريه. اخيرا، والترتيب مهم لان القاضي لما بيبدا برقم 1 ما لقاهوش بينزل رقم 2 وهكذا. بس خد بالك بقى في ملحوظه. هل ممكن اي اتفاق القاضي يطبقه ولا في هنا في شرط؟ لا، في شرط. اي اتفاق اطبقه لك بس بشرط ما يكونش مخالف للنظام العام في الدوله. اتفاقاتك على عيني وراسي بس ما تخالفش النظام العام. يبقى اتفق زي ما انت عايز بس يبقى رقم 1 ده اللي هو ليه؟ الاتفاق مشروط. هذا الاتفاق ماله يا جماعه؟ مشروط. مشروط بايه؟ عدم مخالفه النظام
العام، عدم ايه؟ مخالفه النظام العام. اذا انا كل ده بشرح لك الايه؟ الماده. تيجي تقول لي توجع دماغي بنص الماده، طب ما تخش ايه؟ تخش في الموضوع على طول، صح؟ ما انا هجيب لك المفاجاه. بص العباره حلها ايه؟ سهل، تمام؟ بيجي يقول لك ايه؟ تسري على المواد التجاريه احكام الاتفاق بين المتعاقدين، فاذا لم يوجد هذا الاتفاق، يعني لو مفيش الاتفاق ده، سرت نصوص القانون التجاري. على فكره لحد دلوقتي وانا اتكلمت في حاجه غلط؟ يعني العباره ماشيه مع نص الماده 2 ولا مش ماشيه؟ يعني لحد كده ايه؟ بص لحد كده كلام زي الفل، اما تلاقي فصلك كلام زي الفل. بيقول ايه؟ تسري على المواد التجاريه احكام الاتفاق بين المتعاقدين، فاذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص القانون التجاري او غيره من قوانين المتعلقه بالمواد التجاريه. اسال سؤال، الجمله اللي انا قلتها ماشيه مع نص الماده 2 ولا مش ماشيه؟ يبقى علم صح كده على الجمله دي. كمل. ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجاريه ماشيه ولا مش ماشيه؟ فاذا لم يوجد عرف تجاري او عاده تجاريه وجب تطبيق القانون المدني. الكلام ده صح، ماشي؟ لو انا فاهم الماده 2 هتلاقي العباره ايه؟ تعالى بقى نشوف الاختيارات اللي هو حطها. دايما في الامتحان ما تختارش، استبعد. يعني ايه استبعد؟ يعني العباره اللي ما تنفعش اشطب عليها. هتبص تلاقي في النهايه انت حليت العباره الايه؟ الصح. امشي معايا كده. بيقول لي العباره في مجملها صحيحه. قال ايه؟ يعني بيقول لي العباره دي كلها ايه؟ فيما عدا الجزء الاخير. فيما ايه؟ اللي بيقول ايه؟ لا يجوز تطبيق الاحكام المدني على المواد التجاريه باعتبار القانون التجاري ليه كيان مستقل، لانه قايم على السرعه وعلى الائتمان اللي ما ينفعش معاهم احكام القانون المدني. هل الجمله اللي هو جابها لي في الف تمشي ولا ما تمشيش؟ هو الجمله هنا بيقول لي ايه؟ العباره كلها صح، بس بستبعد مين؟ المدني، لان المدني ما ينفعش في الحياه التجاريه، لان الحياه التجاريه قايمه على السرعه والائتمان، والمدني يفتقد للسرعه والائتمان. هل الكلام ده صح؟ لا مش صح، لان الماده 2 قالت لي ايه في الاخر؟ لو كل المصادر مش ايه؟ مش موجوده، طب هتحلها ازاي؟ يبقى لازم تلجا للمدني. يبقى الف ما تمشيش معايا، خلاص مش هختارها، لان انا فاكر وحافظ الاتي. مصادر فين؟ كام؟ 4 اللي هم 1 الاتفاق، 2 نصوص القانون التجاري، 3 العرف والعادات التجاريه، 4 العباره دي دخلت المدني ولا خرجته؟ خرجته. يبقى مصدر ولا مش مصدر؟ مش مصدر، يبقى مش هاخدها. طب خد العباره 2. العباره غير صحيحه. ليه غير صحيحه؟ قال لك لانها بتهدر مبدا التدرج. تهدر ايه؟ طب هي اهدرته ازاي؟ قالت لك جابت العرف قبل التشريع. جابت ايه؟ هو فعلا جايبه العرف قبل الايه؟ لان قالت لك العرف قبل القانون المدني. ما هو يمشي بالترتيب. رقم 1 ايه؟ الاتفاق. رقم 2 النصوص القانون التجاري. رقم 3 العرف التجاري. رقم 4 المدني. يبقى اذا الماده حطت العرف قبل ايه؟ قبل المدني. فهو هنا بيقول لك ايه؟ لا ده غلط، لان المفروض التشريع قبل الايه؟ قبل العرف. اقول لك التشريع قبل العرف ده في القانون المدني، لكن انا هنا في التجاري ليا السيستم بتاعي اللي انا عارفه، اللي هم كام حاجه؟ 4 اللي انا مرتبهم. هل العباره رقم ب تمشي ولا ما تمشيش؟ ما تمشيش. يبقى شطبت على دي. يبقى فاضل ايه؟ غصب عني لازم دي تطلع صح، حتى لو انا حمار مش فاهم، لان انا عملت ايه؟ شفت بقى؟ بنى العباره دي جت في الامتحان على اساس ايه؟ الماده 2. وصلت الفكره اللي انا عايز اقولها ولا ما وصلتش؟ اذا المصادر الالزاميه للقانون التجاري بحسب الماده كام؟ حسب الماده 2. رقم 1 الاتفاق بشرط الا يخالف النظام العام. رقم 2 التشريع التجاري، تمام؟ رقم 3 العرف والعادات الايه؟ التجاريه. رقم 4 لما تيأس خالص بعد ما رتبت كده، يلا بينا بقى نعمل ايه؟ انا اتقل عليا. خد حقك ايه؟ لما اخلص
انا هجاوبك على السؤال. انت عايز تقول لي ايه الفرق بين العرف والعاده الاتفاقيه وايه النتائج اللي هتترتب عليها؟ لا. امال ايه اللي بيسبق التاني يعني في الانطباق ان انا اطبقه، ايه اللي بيسبق؟ طب انا في الماده 2 قلت لك العرف او العادات الاتفاقيه، صح؟ قلت لك ليه؟ العرف او العادات الاتفاقيه. كلمه او بترتب ولا ما بترتبش؟ ما بترتبش. خلي بالك عشان ترجع للغه العربيه، او غير فاء. فاء ترتيب ثم، يعني رقم واحد ورقم اثنين، لكن او تديك اختيار يا دي يا دي اللي موجود فيه، مش تبقى عارف. اذا كان الاتفاق مقدم على العرف فالاولى لان العاده الاتفاقيه ايه؟ مقدمه على العرف. وصلت؟ ولذلك هما الاثنين محطوطين في جمله واحده. اعرف الفرق ما بين ايه؟ ما بين كلمه او، كلمه فاء او ثم تديك ترتيب، ابدا رقم واحد رقم اثنين، صح؟ لكن او اختيار دي او دي مش هتفرق معايا. نيجي بقى للترتيب. احنا اتفقنا وقلنا ايه؟ اول حاجه في الترتيب هو الاتفاق. يصلح ان يكون مصدرا للقانون التجاري؟ ده الاتفاق هو المصدر الاول، ده في مقدمه القانون التجاري، ده في المقدمه. يعني ده رقم كام؟ واحد. يعني الاتفاق بين المتعاقدين هو اول حاجه بيروح لها القاضي لما يكون في عندي نزاع. يعني هو اول مصدر الزامي للقانون التجاري. يعني معنى كده القاضي اول حاجه يعملها لما يبقى عنده نزاع، والنزاع ده ايه؟ تجاري، بيبدا الاول بالايه؟ بالاتفاق. بس هل الاتفاق اللي انا قدمته على باقي المصادر مشروط ام غير مشروط؟ مشروط. الاتفاق ده ايه؟ مشروط. مشروط بايه؟ الا يخالف النظام العام. يبقى اذا الاتفاق هو ما انا على فكره لما شرحت لك الماده كل اللي جاي سهل، لان انا لميت لك الموضوع فين؟ لما شرحت لك الماده هتلاقي كل اللي جاي، الماده 2 هتلاقي كل اللي جاي ايه؟ سهل. خلاص انت فاهم اللي انا بقوله. اذا الاتفاق هو المصدر رقم واحد بالنسبه للنزاع التجاري. يعني عندما يعرض على القاضي نزاعا ايه؟ تجاريا. يعني بالبلدي كده انا في محكمه وانا قاضي وعندي قضيه، والقضيه دي فيها نزاع تجاري، اول حاجه هروح لها عشان احل المشكله هروح للاتفاق. بس يا قاضي خلي بالك الاتفاق ده ماله؟ مشروط. مشروط بايه؟ الا يخالف النظام العام. ماذا تعني كلمه النظام العام؟ يعني انت فالح عمال تسالني ولما انا اجي اسال في معلومات من 60 سنه ما تعارضش مع عادات تقاليد المجتمع والشريعه الاسلاميه وكده. اي مجتمع في الدنيا ليه مجموعه من الاسس اللي بيقوم عليها، سواء كانت الاسس دي اسس اقتصاديه او اسس سياسيه او اسس ثقافيه. المفروض انا ما اخالفش مجموعه هذه الاسس. طب هي ايه الاسس؟ هل هي فكره ثابته ولا فكره مرنه؟ مرنه مش ثابته، بتتغير منين؟ من مكان لمكان، يعني من مجتمع لمجتمع ومن زمن لزمن اخر. تمام؟ ماشي كده؟ يبقى معنى كده انا لو حبيت اعرف كلمه النظام العام هقول مجموعه الاسس التي يقوم عليها المجتمع، سواء من النواحي الاقتصاديه او السياسيه او الثقافيه او الدينيه. تمام؟ وهذه الفكره فكره مرنه. يعني ايه مرنه؟ تتغير من زمان لزمان ومن مكان لمكان. تمام؟ تيجي تقول لي من زمان لزمان، يعني ما قد يصلح من النظام العام النهارده ممكن زمان ما كانش من فكره النظام العام. سوري انا اسف في اللفظ، يعني ايام الملك كانت الدعاره برخصه. الدعاره ايه؟ مش كلكم شفتوا فيلم ده كده بيعملوا اسمه كرموز، مش عارف حاجه كرموز. هي اسمها ايه دي الطويله دي؟ اسمها ايه؟ كانت رايحه الاسم ليه؟ الرخصه بتاعت ايه؟ لا مش كباريه، الرخصه الدعاره. تمام؟ انا اسف، لا حقيقه في العلم يا جماعه، بنتكلم علم يعني او بنتكلم قانون. يعني معنى كده مسموح لك ان انت تمارسي البغاء. البغاء يعني الدعاره يعني مسموح لك، بس الاول تاخدي ايه؟ رخصه مننا، يعني عشان نتاكد ان انت نضيفه وما فيش امراض وبتاع، ما تاذيش الناس ولا حاجه كويسه.
صح ولا مش صح؟ يعني كانت مباحه. طب ودلوقتي؟ ها في دعارة رخصة مجرمة صح؟ يبقى ما قد كان مباحا قديما اصبح مجرم دلوقتي. يعني فكره النظام العام ثبتت ولا اتغيرت؟ اتغيرت. ده اللي انا عايز اقوله. اجيب لك مثال، طبعا انتوا بتحبوا الامثله دي قوي. يعني ده يعلق في ذهنك المثال ده، لو جبت لك حاجه ثانيه مش هيعلق في ذهنك. بنقرب الصوره يعني. اذا فكره النظام العام هي فكره مرنه تتعلق بالاسس الاجتماعيه والاقتصاديه للدوله اللي ممكن تتغير من زمن لزمن ومن مكان لمكان. انا اللي يخصني في هذا المكان في هذه اللحظه اتفاقك يخالف النظام العام ولا ما يخالفش؟ ما يخالفش، هطبقه لك. طب ولو يخالف هستبعده. اذا اقدر اقول الاتفاق ما بين المتعاقدين ماله يلجا اليه القاضي لو كان لديه نزاعا قانونيا تجاريا، اول حاجه بيلجا لها وهطبقها بس بشرط ما يتعارضش مع النظام العام. وزي ما قلت لك فكره النظام العام فكره ايه؟ مرنه، تمام، بتتغير بمكان لمكان ومن زمان لزمان. طب افرض ان الاتفاق بتاعك ماله مخالف للنظام العام، ايه اللي هيحصل؟ باطل بطلانا مطلقا. هذا الاتفاق ايه؟ باطل بطلانا مطلقا. وبالتالي فقط المصدر الاول من مصادر القانون التجاري، صح ولا مش صح؟ خلاص انا مش هاخد ده، استبعدته لان باطل بطلان مطلق. ويجوز لكل ذي مصلحه ان يتمسك به ويطالب القاضي باستبعاد هذا الاتفاق، والقاضي من تلقاء نفسه لو شاف الاتفاق باطل هيعمل ايه؟ هيستبعده لان ده بيتعلق بالمصلحه العامه، صح ولا مش صح؟ وبعد كده القاضي فقد رقم 1 يبقى هيروح لرقم 2. هل الجملتين دول صعبين؟ يبقى أول مصدر من مصادر القانون التجاري التي يلجأ إليه القاضي ألا وهو الاتفاق. تمام؟ اتفاق الطرفين ده رقم 1. بس هل اتفاق الطرفين مشروط أم غير مشروط؟ مشروط بإيه؟ طب لو خالف النظام العام؟ باطل بطلان مطلق. ولما أقول لك مطلق يعني القاضي يستبعده من تلقاء نفسه، يعني لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان. طب افرض ان الاتفاق ده تعارض مع نصوص القانون التجاري او تعارض مع نصوص القانون المدني الآمن، بالرغم ان هو ما بيتعارضش مع النظام العام. يعني هو تعارض مع ايه؟ نصوص القانون التجاري او نصوص القانون المدني الآمرة، بالرغم ان هو ما بيتعارضش مع ايه؟ اطبق الاتفاق ولا ما اطبقش؟ الاول بس قبل ما امشي، هو القاعده الاميره يعني ايه؟ القاعده المكمله يعني ايه؟ تمام. والمكمله يجوز الاتفاق على ما يخالفه. انا جبت الاتفاق بيخالف القانون التجاري، بيخالف القانون المدني الآمن، بالرغم ان هو ما بيخالفش ايه؟ النظام العام. يعني ممكن تكون قاعده آمرة بس ما بتتعلقش بالايه؟ بالنظام العام. تمام؟ هل يقدر يخالف ولا ما يقدرش؟ رأي الدكتور طالما خالفت قاعده آمرة سواء متعلقه بالنظام العام او مش متعلقه بالنظام العام، طالما خالفت قاعده ايه؟ آمرة، يبقى هنا ايه؟ ما تطبقش هذا الاتفاق. ليه؟ لأن لب القاعدة الآمرة عدم جواز مخالفتها. عدم إيه؟ جواز مخالفتها. وده أول مصدر عندي من مصادر الإلزامية للقانون التجاري ألا وهو عدم مخالفة. تمام؟ عدم مخالفة ألا وهو أول مصدر إلزامي للقانون التجاري. اسمه إيه؟ الاتفاق. ما لقيتش اتفاق روح للتشريع. روح لايه؟ تشريع. بص هنا جاب عباره التشريع يعتبر نقط للقانون التجاري، الاول الثاني الثالث. ها اسمع كده تاني. انا عايز اقول لكم في ناس كتير في الامتحان، على فكره العبارات دي عبارات امتحان، في ناس كتير كتبت ايه؟ الاول. في ناس كتيره كتبت الاول. ليه؟
لان انت حافظ مش فاهم، انت متعود ان رقم واحد القاعده القانونيه هو الايه؟ تشريع. ركز يا ابني في التجاري، مش رقم واحد التشريع، رقم واحد ايه؟ انتفاع. طب لو حطيت لك العرف هيبقى رقم كام؟ لو حطيت لك الاتفاق هيبقى رقم كام؟ واحد. صح ولا صح؟ يبقى انا هنا، طب لو حطيت لك المدني يبقى ده يرجعني للماده اللي انا اتكلمت عليها، لو انت فاهمها هتلاقي كل اللي جاي ايه؟ ما انا اي موضوع ليه مفتاح، لو فهمت المفتاح بتاعه هتلاقي اللي جاي كله ايه؟ سهل. احنا فهمنا مفتاح الماده، عرفنا الماده بتتكلم في ايه، هتلاقي كل اللي جاي ايه؟ سهل. انا خلصت الاتفاق، دخلت على ايه يا جماعه؟ على التشريع، صح؟ دخلت على رقم 2 التشريع، فالتشريع بالنسبه لي رقم 2. طب سؤال، هو في فرق ما بين كلمه قانون وكلمه تقنين؟ على فكره ده مش موجود في الكتاب، مش هتلاقيه، بس هو بيسال فيه في المحاضره. الفرق ما بين ايه؟ قانون وايه؟ يعني في كلمه قانون كلمه تقنين، في فرق ما بين الاثنين ولا مفيش؟ يعني ايه قانون؟ يعني ايه تقنين؟ اتفضل. القانون ممكن يكون مكتوب وممكن يكون مش مكتوب. برافو عليك. القانون قد يكون مكتوبا اللي هو التشريع، وقد يكون غير مكتوب اللي هو العرف. يبقى لفظ قانون يطلق على القاعده القانونيه ايا كان نوعها، سواء كانت مكتوبه او غير مكتوبه. يعني كلمه قانون تطلق على الاثنين، التشريع والعرف، الاثنين يتقال عليهم ايه؟ الاثنين يقول عليهم قانون، ماشي؟ اما كلمه تقنين معناها ايه؟ تجميع للقواعد التشريعيه الصادره عن السلطه المختصه في فرع واحد. وكأن التقنين انا بقصد بيها ايه بقى؟ التشريع. بقصد بيها ايه؟ التشريع، بجمعه على بعض. يبقى اسال سؤال، انهون اعم او انهون الكل وانهون الجزء؟ القانون ام التقنين؟ مين الكل؟ مين الجزء؟ قانون الكل، تمام؟ لكن التشريع الجزء، لان اسف، لكن التقنين الجزء، لان انا بتكلم على التقنين، انا هنا بجمع القواعد التشريعيه الصادره عن السلطه المختصه في كتيب واحد وتبويب ببوبه، زي مثلا تقنين المدني ماده 1 ماده 2 ماده 3 ماده الى حد ما توصل للاخر. لكن مش هتلاقي في التقنين المدني قاعده عرفيه. وصلت الفكره اللي انا عايز اقولها؟ وصلت ولا قلت تاني؟ دي حته كده ايه قبل ما نخش في الموضوع. اذا التشريع اللي هو التقنين، التشريع اللي هو الايه؟ ما تقولش القانون التجاري، غلط. يعني لو قلت لفظ القانون التجاري يبقى ايه؟ لو رقم 2 ما تقوليش القانون التجاري، تقول لي التقنين التجاري. ليه؟ لان التقنين بقصد بيه التشريع. الفكره اللي انا بركز لك على النقطه الصغيره دي لان ممكن تجي لك في صح وغلط، تبقى فاهم الفرق ما بين تقنين وما بين تشريع، وتبقى عارف اجابتك هتمشي ازاي معايا. يبقى معنى كده التشريع هو المصدر رقم 2، وعندنا التشريع يجي بعد اتفاق المتعاقدين ويعتبر المصدر رقم 2، والتشريع اللي عندي او التقنين اللي عندي تقنين قانون التجاره الجديد اللي هو 17 لسنه 99، هو ده التقنين التجاري. تمام؟ ده رقم كام؟ رقم 2. يبقى احنا خلصنا كام حاجه؟ 2 اللي هم الاتفاق، والثاني اهم ملحوظه في الاتفاق كلمتين. الكلمه الاولانيه هو المصدر الاول، الكلمه الثانيه ما خلش النظام العام. شوف انت بتلخص كلامك ازاي. حاول في كل موضوع لما تيجي تذاكره تطلع اهم الجزئيات اللي انت ممكن تتسال فيها، لان انا قلت لك هو مش اسئلته مش مطوله، الاسئله بتبقى صغيره، فحاول خش في المضمون على طول. نيجي الرقم 3 بقى، العرف والعاده التجاريه. عندي الايه؟ العرف والعاده الايه؟ التجاريه. تمام؟ العرف هي قاعده اعتاد الافراد على اتباعها لمده طويله من الزمن. لمده ايه؟ مع اعتقادنا بإلزامية السلوك اللي احنا بنتبعه. صح؟ انا لسه قايلها من شويه. يبقى العرف هنا في كام نقطة؟
نقطتين. في كم ركن؟ ركنين. الركن الاول الاعتياد، التكرار بانتظام. والركن الثاني المعنوي اللي هو الشعور بالالزام. اذا العرف اللي هو رقم كام بقى؟ حد يفكرني؟ 3. هو العرف التجاري قاعده اعتاد او درجه. درجه يعني ايه؟ كلمه درجه يعني ايه؟ ما بالكش ان هو بيستخدم، على فكره عمره ما جاب عباره في الامتحان اختياريه الا منين؟ من الكتاب، فبيستخدم الفاظه. فانا سهل جدا اغير لك الكلمه، بس انا عايزك تفهم معنى الكلمه، مش اغيرها لك واسهلها لك. درجه يعني اعتاد. هو بيقول لك العرف التجاري قاعده درجه يعني ايه؟ اعتاد. بدل في الامتحان ما يجيب لك اعتاد يحط لك كلمه ايه؟ وطبعا هتيجي في الامتحان مش عارفه تقريها، هتلبسه في اسود وتختاره غلط. طب وعلى ايه؟ يبقى عارف معنى الكلمه. اللي هو عندنا في اللغه العربيه بنسميها المرادف. عارفين يعني ايه المرادف؟ الكلمه وايه؟ ومعناها. تمام؟ تبقى فاهم الكلمتين مش هتخسر حاجه، اتعلم لغه يعني. تمام؟ يبقى معنى كده العرف قاعده اعتاده او درجه من التجار، لان ده المجتمع التجاري على فكره مش احنا. تمام؟ على فكره ده خدتوها وانتوا بتتكلموا على الاداري مثلا، يجي يقول لك ايه؟ العرف الاداري اعتياد الاداره. العرف التجاري اعتياد التجار. العرف في ثانويه عامه اعتياد الناس. يبقى فكره العرف هي مبنيه على الاعتياد، بس المهم مين اللي بيعتاد؟ مين اللي بيعتاد؟ لو كان اداريا هتبقى الجهه الاداريه هي اللي بتعتاد مش احنا. لو كان عرف عام يعني هيبقى الناس. لكن لما تتكلم على العرف التجاري اللي بيعتاد مين يا جماعه؟ التجار. يبقى اذا العرف التجاري هو بتعريفه في الركن المادي بتاعه هو ما اعتاد ودرج عليه التجار فتره طويله. فتره ايه؟ لحد هنا كده ده الركن المادي. صح ولا مش صح؟ في العرف لحد كده ده الايه؟ مع اعتقادهم. كلمه اعتقاد دي حاله ماديه ولا نفسيه؟ حلو. وطالما نفسيه بقى ده الركن المعنوي. صح ولا مش صح؟ يبقى الحته دي الركن الايه؟ مع اعتقادهم بإلزامية وضرورة احترام هذا الاعتياد أو هذا السلوك. يبقى أنت هنا كونت ليه؟ العرف. تمام؟ إذا العرف بهذا التعريف يبقى فيه كم ركن؟ ركنين، أحدهما مادي والآخر معنوي. إذا حاول تاني، العرف هو إدراك أو اعتياد أو درجة التجار على اتباع سلوك معين مع اعتقادهم مع إيه؟ اعتقادهم بأهمية هذا السلوك أو ضرورة هذا السلوك. متى تكون الركن المادي ولزق فيه الركن المعنوي يبقى أنت قدام عرف، يعني قدام قاعدة قانونية. يعني قدام إيه؟ قاعدة قانونية. ركز معايا في الجملة دي. يعني أنت قدام إيه؟ قاعدة قانونية. وده يعتبر المصدر رقم 3. لو القاضي ما لقاش اتفاق وما لقاش تشريع هيروح لفين؟ هيروح للعرف. وعلى فكره عايز اقول لكم على حاجه. اغلب القواعد التشريعيه اللي هي موجوده في التشريع يعني مصدرها الاساسي هو ايه؟ يعني المشرع بعد العرف ده ما شافه ولقاه كويس وحلو يقوم حاطه في قاعده تشريعيه، فيطلعوا مرتبه من مرتبه رقم 3 اللي هي مرتبه العرف يطلعوا الى المرتبه رقم 2 اللي هو التشريع. يعني يرجع للعرف. يرجع للايه؟ للعرف. تمام؟ ان هو يعتبر اساس قواعد قانونيه كتيره. تمام؟ بص بقى في التعريف ده كان لازم الجا واجيب لك حته ثانيه اللي هي الايه؟ العاده التجاريه. العاده التجاريه هو اعتياد او درجه التجار على اتباع سلوك معين لفتره زمنيه. وقف ونقطه. هنا لحد هنا. ماشي؟ دي العاده الايه؟ التجاريه. بقى ايه الفرق ما بين العاده الاتفاقيه وما بين العرف؟ الشعور بالالزام اللي هو الركن معنوي. ده موجود فين؟ مش موجود فين؟ حلو جميل قوي. يبقى العرف بناء على ذلك العرف يعتبر قاعده قانونيه ولا لا؟ طب والعاده؟ مش قاعده قانونيه. طب دي تفرق؟ لا دي تفرق كتير.
لو قلت قاعده قانونيه يعني القاضي ملزم بتطبيقه من تلقاء، ما هو القاضي بيطبق قانون والعرف ايه؟ قانون، صح؟ طب العاده الاتفاقيه قانون ولا لا؟ يبقى القاضي مش ملزم بتطبيقه من تلقاء نفسه. محدش بيكتب المقارنه دي معايا. مقارنه مهمه جدا، ده انا بلخصها لك. تمام؟ العرف تعمل مقارنه ما بين ايه؟ العرف والعاده الاتفاقيه. العرف ركنين، ها؟ مادي الاعتياد، معنوي الشعور بالالزام. ده يساوي قاعده قانونيه، صح؟ تاني اهو، العرف عباره عن كام ركن؟ ركنين. الركن الاول الاعتياد اللي هو المادي، الركن المعنوي الالزام. ده يساوي ان هو قاعده قانونيه. انا هنا بتكلم على ايه؟ طب العاده العرفيه، الاعتياد دون الزام، الاعتياد دون ده يساوي ايه؟ قاعده، مش غير قاعده قانونيه، غير ايه؟ لا تعتبر قاعده قانونيه. وبناء عليه شوف بقى الجملتين دول هيترتب عليهم ايه؟ طالما قلت لي العرف قاعده قانونيه يبقى رقم واحد القاضي مطالب بتطبيقه من تلقاء نفسه. انا مش هطلب من القاضي يطبق قانون، لان القاضي جاي عشان يطبق قانون. ليس مطلوب من الخصوم اثباته. يعني انا كخصم مش مطالب باثبات العرف. هو انا مطالب باثبات القانون ولا يفترض العلم بالقانون؟ يفترض العلم بالقانون. يبقى طلعت لي كام نتيجه؟ نتيجتين. الاولى طالما قلت لي العرف قانون يبقى القاضي مطالب بتطبيقه من تلقاء نفسه. يبقى انا كخصم ايه؟ مش مطالب باثباته. يبقى قوه العرف جواه ولا قوته بالخارج؟ يعني قوه تطبيق العرف عشان هو عرف جواه قوه ذاتيه ام قوه خارجيه؟ قوه ذاتيه، ده منه. يبقى اذا قوه العرف قوه ذاتيه، صح؟ ده كل ده مبني على الايه؟ على العرف. طب تعالي للعاده الاتفاقيه. بالايه؟ اسال سؤال، العاده الاتفاقيه قانون ولا مش قانون؟ يبقى القاضي ليس ملزما بتطبيقه من تلقاء، مش ملزم بتطبيقه من تلقاء نفسه، صح؟ مطالب الخصوم باثباتها. مطالب الخصوم بايه؟ باثباتها. تاني، يبقى العاده الاتفاقيه ليست قاعده قانونيه، وبناء عليه طالما مش قاعده قانونيه يبقى انا كقاضي مش هطبقها من تلقاء نفسي. انت كخصم مطالب. طب تطبيقها يعتمد على ذاتها ولا محتاج القوه خارجيه؟ اللي هم الخصوم يثبتوها قدام القاضي. شفت المقارنه؟ شفت المقارنه؟ لازم تفرق ما بين ايه؟ العرف والعاده. نرجع تاني، رقم 3 عندي يا جماعه العرف. رقم 3 عندي الايه؟ العرف. طب سؤال، ماذا لو العرف خالف نص قانوني تجاري آمر أو نص قانوني مدني آمر؟ مش النصوص التجارية في آمرة والنصوص المدنية في آمرة؟ طب أنا كعرف تجاري خالفت إيه؟ نص تجاري آمر أو نص مدني آمر. إيه اللي هيحصل لو أنت خالفت نص تجاري إيه؟ آمر أو نص مدني آمر؟ هل الاثنين زي بعض ولا في اختلاف؟ انت مش قلت لي العرف كمصدر يجي في المرتبه رقم 3؟ يعني بعد ايه؟ اهو 3 اهو، ها؟ مش قلت لي رقم 3؟ رقم 3 صح؟ بعد ايه؟ وبعد ايه؟ بعد نصوص القانون، صح؟ وطالما قلت لي رقم 3 يعني في ايه؟ ترتيب، صح؟ يبقى معنى كده العرف ما يقدرش يخالف نص قانوني تجاري آمر ولا اتفاق الأطراف، صح؟ ولا إيه؟ اتفاق الأطراف. يبقى أنا كعرف رقم كام؟ 3، صح؟ يعني بيجي بعد إيه؟ طب لو الاتفاق حاجة وأنا كعرف حاجة تانية، القاضي هياخد إيه؟ هياخد الاتفاق، لأن ده رقم 1 ده رقم 3، صح؟ يبقى العرف لا يخالف الاتفاق. العرف لا يخالف قاعدة تشريعية تجارية آمرة. طب المدني رقم كام؟ 4. يعني تحتية ولا فوقية؟ ما انت امشي هنا بالمنطق اهي ترتيب اهو. ادي 1، ادي رقم 1، ادي رقم 2، ادي رقم 3، ادي رقم 4، صح؟ رقم 1 الايه؟ الاتفاق.
حضرتك ركز في الحاجات دي لان دي بتيجي في الامتحان. رقم 2 تشريع تجاري. تشريع تجاري صح؟ رقم 3 العرف التجاري. رقم 4 المدني. هرم كده صح؟ صح؟ مش ده كده يبقى يعتبر هرم؟ الأعلى يحترم الأدنى يحترم الإيه؟ أعلى. تعالى لي أنت بقى كعرف رقم كام؟ 3. يبقى تحترم التشريع وتحترم الاتفاق وأي مخالفة للي فوقيك باطل صح؟ لكن المدني فين؟ تحت. حتى لو كانت القاعدة المدنية يامرة، حتى لو كانت القاعدة المدنية يامرة، لأن القاعدة المدنية رقم كام في الترتيب؟ يبقى أنا كعرف تجاري مقدم على القانون المدني ولو كانت القاعدة المدنية قاعدة إيه؟ يبقى من حقك كعرف تجاري تخالف القاعدة المدنية اليامرة، لكن مش من حقك لا تخالف الاتفاق ولا التشريع التجاري اليامري، لا ده ولا ده. تمام؟ يبقى لحد دلوقتي أنا أقول عايز تقول إيه؟ انا رايي الدكتور ان هو ما بيخالفش التجاري القاعده التجاريه الامره المتعلقه بالنظام العام. لا انا مش تايه، انا صح. انا في السؤال اللي سالته لك هل يستطيع العرف ان يخالف قاعده تجاريه امره تمام ولو لم تكن متعلقه بالايه؟ بالنظام العام، ولو لم تكن متعلقه بالنظام العام. السؤال هنا كان بيتعلق القاعده الامره متعلقه بالنظام العام ولا لا؟ جيت قلت لك الامر امر، لان الامر لا يجوز الاتفاق على مخالفته، بس المهم ده الامر صنفه ايه؟ ترتيبه ايه؟ هل قاعده قانونيه امره فين؟ ولا في المدني؟ في التجاري ما اقدرش اخالف لان التجاري رقم 3 ده قبل منه، لكن المدني بيقول ايه؟ لا. طب هل ده يعتبر اهدارا؟ بص بقى الجمله، يعتبر اهدارا للترتيب مصادر القانونيه؟ لا، ما يعتبرش اهدار. ليه؟ لان ترتيب التجاري غير ترتيب المدني. انا في القانون التجاري في الماده 2 مرتب لك المصادر بتاعتي بحسب قوتها. بدات بالاتفاق ثم المدني. يبقى المدني رقم كام؟ يبقى لما قدمت العرف على ايه؟ على المدني هذا ليس اهدارا لمبدا الايه؟ الترتيب التشريعي او الترتيب القانوني، لان انا كقانون تجاري ليا ليه الترتيب بتاعي اللي بيختلف عن القانون المدني، ولا طبق المدني بقى. وصلت الفكره؟ ده على فكره الحياه التجاريه اصلا قائمه على الاعراف. يعني معظم القواعد التجاريه اساسها ايه؟ اساسها اعراف. فانت النهارده لما تيجي تتكلم على العرف تمام، هقول لك ان معظم القانون التجاري او معظم القواعد التجاريه قايمه على ايه؟ على الاعراف. اتفهمت ولا اقول تاني؟ هل الكلمتين دول مفهومين؟ يبقى لحد دلوقتي احنا قلنا كام مصدر؟ ثلاث مصادر. بتتنام ازاي يا ابني كده؟ ايه ده؟ بتعمل كده؟ عملت تمام. بص على القلم هقول بص هنا وهنا طبعا، بس انا سبقتها. الفرق ما بين الايه؟ وبعد كده بنخش على القانون المدني. واضح كلامي يا جماعه؟ هنخش بس اللي بعديها كمان. ايوه هي دي. طيب بعد ما اتكلمنا على تعريف القانون التجاري، بعد ما اتكلمنا على العرف او المصادر، دلوقتي هنتكلم على ما هي الاعمال التجاريه. سؤال، ايه هي الاعمال التجاريه؟ بس قبل ما اخش في الاعمال التجاريه جهزوا ورقه وقلم كده، هسال سؤال. القانون المدني تصلح قواعد قانون المدني تصلح لكي تحكم الحياة التجارية، صح ولا غلط؟ بس الاتفاق او التشريع التجاري. اشتغل محترم الناس تشرب سجاير.
نعم تصلح في حالة أنه لم يجد ناصر في الانفاق أو لا تشريع لا 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 تجاري. بالراحه عليا، بالراحه عليا عشان اسمع انت بتقولي ايه. بالراحه عليا، قولي تاني كده بالراحه عشان اسمع بس. نعم تصلح في حالة أنه لم يجد ما يصلح في الاتفاق أو التشريع التجاري أو العرف وأصبح القانون غير في المرتبة غلط. هو السؤال بيقول ايه؟ قواعد القانون المدني تصلح لكي تحكم الحياة التجارية. طب حد تاني يجاوب؟ قول كده. عبارة غلط لأن القانون التجاري يعتمد على السرعة والاحتمال. حد تاني يجاوب؟ نفس الإجابة؟ كتبت إيه؟ قول لي اللي أنت كاتبه بقى كده. الحياة التجارية قايمة على المضاربة والربح، والحياة المدنية قايمة على الاستقرار المالي. بناء عليه أنا متفق معاك. يبقى الحياة التجارية أسرع من الحياة المدنية، الحياة التجارية أسرع، فأنا محتاج قواعد إيه؟ متفق معاك. يبقى إذا أنت قلت لي لا غلط، لأن قواعد القانون المدني لا تصلح لحكم المسائل التجارية. في فرق ما بين إن أنا لما بلاقيش أروح للمدني، والسؤال ده بيقول لك المدني ينفع التجاري، يعني القانون المدني ينفع للإيه؟ التجاري. أنت جاوبتي من النهارده. جاوبتي منين؟ من النهارده اللي أنا حطيته إيه؟ رقم 4. عارفة يعني رقم 4 يعني إيه؟ ده المصدر الاحتياطي الأخير لما الدنيا إيه؟ لكن هل المدني في حد ذاته ينفع يحكم الحياة التجارية؟ زميلك قال لي ايه؟ قال لي لا. لا ليه؟ لأن الحياة التجارية قايمة على الايه؟ السرعة والائتمان التي يفتقدهم القانون المدني، وحاول يوضح لي ليه مفيش سرعة، بس واضح ان هو ما قاليش ليه مفيش ائتمان. صح ولا مش صح؟ انت ما كملتش بقية الايه؟ ما كملتش بقية الإجابة. هو انت ابتديت صح لكن ما ايه؟ ما كملتش. انا هبدا كلامي زي ما انت بتقول. القانون المدني يختلف عن الحياه التجاريه لان الحياه التجاريه رتمها اسرع. طب ليه رتمها اسرع؟ الحياه التجاريه هدفها المضاربه وتحقيق الربح، بينما الحياه المدنيه هدفها الحفاظ على الذمه الماليه والاستقرار، صح؟ ولذلك هنا ثبات لكن هنا سرعه. يبقى هنا قواعد تحافظ على السرعه لكن هنا قواعد تحافظ على الايه؟ الثبات. الدليل على كده او المثال على كده عندي الاثبات. الاثبات في المسائل المدنيه اثبات صعب شويه. ليه؟ قال لك اللي يزيد عن 1000 الاثبات يكون بالكتابه او ما يقوم مقام الكتابه، بينما الاثبات في المدني بكافه طرق الاثبات. يبقى انا اثبتت له حته الايه؟ السرعه. فاضل لي الائتمان. تمام؟ فباجي اقول له الائتمان يعني الثقه في منح اجل. وطالما انا وثقت في منح اجل في المدين يبقى لازم توفر لي انا كدائن الحمايه عشان اخد حقي. الحمايه دي اديني مثال التضامن. انا مش عايز كل الامثله الموجوده، المثال على كده ايه؟ التضامن. التضامن في المدني يفترض ام يتم الاتفاق عليه؟ يتم الاتفاق عليه، بينما التضامن في التجاري يفترض. طب هنا مين القاعده اقوى؟ في التجاري هتكون اقوى لتوفير الحمايه للدائن اللي انا بسميها الائتمان. فبقول للدائن بقول له خليك واثق من نفسك وانت بتدي الائتمان بتاعك. انا هوفر لك الايه؟ انا هوفر لك الحمايه. وصلت ولا قلت تاني؟ شفت الاجابه بقت سهله ازاي؟ تيجي تقول لي هو في الامتحان هيجيب لي كده، اقول لك في الامتحان هيجيب لك كده. الاسئله هتبقى محتاجه ايه؟ اسئله مش مباشره. اسئله ايه؟ مش مباشره. انا كنت اتفضل. انت كنت نايم ولا كنت صاحي؟ كنت نايم ولا كنت صاحي؟ طب انا قلت ايه في بدايه كلامي؟ كلمه يحكم الحياه التجاريه يعني هو اساس حكم الحياه التجاريه. ينفع؟ ما ينفعش. ده انا ببدا بايه؟ ببدا ما لقيتش. لكن مش هو ايه؟ مش هو اساس حكم الحياه التجاريه، مش هو الاساس. لان هو يفتقد للايه؟ ده انا لو ما لقيتش الاتفاق وما لقيتش التشريع وما لقيتش العرف يبقى انتوا ارتضيتوا البطء وعدم الحمايه اللي موجود فين؟ في المادة. وده الحل الاخير بتاعي. تمام؟ وعلى فكره نادرا لما توصل لايه؟ يعني القاضي نادرا لما هيوصل للقانون المدني، نادرا لما هيوصل لايه؟ للقانون المدني، لان اكيد هيلاقي الحل فين؟
الحياه التجاريه زاخره بالاعراف التجاريه، ما انا قلت لك اساس القانون التجاري حتى بالتشريع اساسه ايه؟ يعني قاعده التضامن دي اللي انا قلت عليها اللي هي تفترض، انت عارف اساسها ايه؟ اساسها العرف. قاعده التضامن دي اساسها ايه؟ ودور المشرع هو عمل ايه؟ هو جاب القاعده دي وقام عامل ايه؟ امن قانوني. واضح؟ كنت هزود عن كده ولكن طبعا انتوا ما ذاكرتوش. بس هبدا كده جزئيه صغيره، خليكي معايا انا لسه وانا هنا بتكلم وبقول امتى يبقى العمل تجاري وامتى يبقى العمل مدني. ما هو لو تجاري هطبق مصادر الالزاميه بتاعت التجاري اللي انا شرحتها. طب ولو مدني هطبق القانون المدني. صح؟ انا كقاضي جايه لي قضيه، صح؟ امتى اروح للتجاري وامتى اروح للمدني؟ هروح للتجاري لو العمل تجاري. طب ولو العمل مش تجاري؟ طب ايه هو العمل التجاري؟ صح؟ السؤال المنطقي ايه هو؟ العمل التجاري. سؤالي، هل المشرع وضع تعريفا للعمل التجاري ولا ما وضعش تعريف؟ هل المشرع وضع تعريف جامع مانع للعمل التجاري ولا ايه؟ ولا ما عملش؟ المشرع ما عملش كده. يعني المشرع لم يضع تعريفا للعمل التجاري، وده صح على فكره. ليه؟ لأن وضع تعريف جامع مانع للعمل التجاري معناها ما يستجد من أعمال تجارية هتتطلب تدخل المشرع عشان يعدل، وكل ما حاجة جديدة إيه؟ هيضطر إن هو إيه؟ وخصوصا إن الحياة التجارية حياة ثابتة ولا حياة متجددة؟ حياة متجددة. الدليل على كده أنا قلت لكم امبارح. النهارده عمل الصيدلي تمام؟ عمل ايه؟ على فكره عمل الصيدلي يعتبر عمل تجاري على سبيل القياس. على سبيل الايه؟ لان الفكره مالها اتغيرت. تمام؟ فانا كمشرع مش عايز احط لك قالب وتمشي عليه. تمام؟ لان القالب ده لو انا حطيته لك الزمتك بيه، مش كده؟ وطالما الزمتك بيه اي حاجه جديده ما تقدرش تقول عليها عملا الا لو ايه؟ الا لو انا كمشرع ايه؟ اتدخلت. يبقى اسهل لي اعرف ولا اسيبها؟ اسيبها ما اعرفهاش. طالما المشرع ما عرفش يبقى ده هيكون مجال الفقه والقضاء يعرف الايه؟ الاعمال التجاريه. طب انت لو فتحت القانون التجاري التشريع التجاري يعني عندي تعداد للاعمال التجاريه. عندي ايه؟ يعني انا عملك التجاري رقم 1 كذا، رقم 2 كذا، رقم 3 كذا، عمل ايه؟ تعداد. طب انت حطيت تعريف ولا ما حطيتش؟ ما حطيتش. طب اللي انت جايبه دوت يعتبر على سبيل الحصر ولا على سبيل المثال؟ على سبيل المثال. مش ايه؟ يعني التعداد اللي جايبه المشرع الكتير دوت الاعمال التجاريه رقم 1 كذا، رقم 2 كذا، رقم 3 كذا لحد 16 17 عمل تجاري، واضح ان المشرع هنا جايبه لي على سبيل وليس على سبيل الحصر. طب انا كمشرع ما عرفتش وجبت الاعمال التجاريه على سبيل المثال، يبقى مين اللي هيعرف العمل التجاري؟ الفقه. وعشان الفقه يعرف العمل التجاري اختلفوا. ما هو الفقه دول لما ايه؟ اتفقوش. ما اتفقوش على حاجه. فانا عندي 4 نظريات بتتكلم على تعريف العمل التجاري. عندي كم نظريه؟ عندي 4 نظريات بتتكلم على ايه؟ تعريف العمل التجاري. وده هيكون موضوعنا بكره ان شاء الله. تمام؟ تكون الورق معاكم وقريتوا اللي انا هقوله عشان تذاكروا اول باول معايا. انا ما بحبش اللي قدامي يعتمد على الذاكره. راجع الورق واقرا مره واثنين وثلاثه وشوف انت فاهم ولا مش فاهم. لان مفيش حد سالني على حاجه قال لي انا مش ايه؟ انا مش فاهم. انتوا خلاص بقيتوا علامه كلكم. معلش هو احنا هنتعود على اسلوب بعض يعني مره على مره هنطبق على بعضينا يعني. لو هنفهم بعض. العمليه هتبقى سهله ان شاء الله. مفيش حاجه صعبه. انا يا عم مش طالب منكم الا غير تذاكروا اللي انا بقوله فقط لا غير. تقفلوا حتى في خلاص. وعلى فكره اللي انا بقوله لو قعدت ذاكرته والله ما ياخد نص ساعه بالكتير او ساعه مذاكره. اتحداك تقرا تحس ان انت فاهم. مش هتاخد ايه؟ سهل.
اتعب دلوقتي هترتاح فين؟ في الاخر. واضح؟ ارجو للمره المليون انا معادي 11 ونص.